هقول لك على فنيات لازم تراعيها وانت بتركب الابواب الخشب. اولا مفيش حلق مفرز ينفع يركب في الاول بعد بند المباني، مليون في المية هيتبهدل بعد ما تخلص تشطيب. ولو مش عارف يعني ايه مفرز ارجع شوف الفيديو اللي فات. تاني حاجه الحلق الخشب بيحتاج يتعزل ببوتومين مخفف في المكان الفاضي ما بينه وبين الحيط، وبعدين بنبدا نعزل باقي الحلق بسلقون، دي ماده بتساعد الخشب انه يبقى مقاوم للرطوبه. تاني حاجه الحلق عشان يتجمع مع بعضه بنعمل حاجه اسمها ديل يمام، بتبقى بالمنظر ده وبيكون فيها حاجه بنسميها ندكر والتاني نتايه. المنطقه دي لازم تكون زاويه 90 درجه بالملي، واي حاجه غلط هنا او فرق بسيط هيخلي الضرفه ما تقفلش ولا تفتح كويس. رابع حاجه المسافه ما بين الحلق والحيطه ما ينفعش تكون كبيره، دي غالبا بتبقى غلطه من البنا او من النجار في اوقات لو خد المقاس غلط، يا اما نملاها بفوم لو المسافه مش كبيره او نهدها ونرجع نبنيها من الاول. نفس الفكره في الجزء اللي فوق، ما ينفعش يبقى في مسافه كبيره ما بين الحلق والعتب. فقلنا كل الصنايعيه تشتغل على شرب واحد موحد في الشقه بالكامل. خامس حاجه اوامر الحلوق ما ينفعش تبقى مفتوله ولا معوجه ولا مقاسها مش مظبوط، القايم 17 من فوق يبقى كله 17. سادس حاجه راس الحلق بتتثبت بحاجه اسمها اسافين، بتبقى قطع من الخشب على شكل مثلث وبتتشحط كويس. اوامر الحلق بتركب بكنات لو انت في مرحله المباني، ولو هتركب بعد التشطيب يبقى بفشر وكمان تحقن فوق. ما ينفعش في كل الاحوال انها تقل عن كنتين، ولو الباب بتاعك زان خليهم 3، لان وزن ضرفه الباب الزان تقيله جدا، فممكن تاخد الحلق والحيطه وتاخدها وتقع. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده، سلام.